ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله العظيم وحشتوني جدا. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير وصحة وعافية. يلا بينا النهارده عامله لكم فيديو مشتريات حلو جدا جدا جدا. للاسف انا معرفتش اصور في الشارع لان الشارع يا بنات زحمه بطريقه مش طبيعيه. الدنيا زحمه في الشارع بطريقه مش طبيعيه. طبعا عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. يا رب يا رب يعاد عليكم الايام بألف خير وصحة وعافية، عليكم وعليا، اللهم امين. فيلا بينا. انا طبعا هربانه من الولاد، قاعده في الاوضه علشان هم في فيديو زي ده هم مش هيسيبوني في حالي. فيلا بينا اوريكم شويه الحاجات اللي انا جبتها. انا جبت شويه حاجات كتار، جبت للمطبخ وجبت لحاجات لرمضان وجبت حاجات لنفسي، شويه حاجات كده. فيلا بينا اوريكم. اول حاجه انا جبتها، بص، انا طبعا عندي عجز في الكوبايات والمعالق والحاجات دي رهيب رهيب رهيب. مهما بجيب بحس انه مش مكفي بصراحه. فرحت جبت الحاجات دي لرمضان. شكله تحفة تحفة. دي 3 كوبايات كده اهي، بلاستيك، شكلهم خطير خطير. عليهم اللي هو بكار، ومش مش فاكرة الولد التاني ده اسمه ايه. 3 كده شكلهم خطير. وجبت برضو الدرق ده، هو بيبقى طقم مع بعضه كده، خطير خطير خطير. شكله كيوت وجميل بطريقة مش طبيعية. ودي الصينية بتاعته، ده بكار والمعزة بتاعته مش عارفة كان اسمها ايه، كان اسمها رشيدة صح. وده بصراحة ده اللي ناسي اسمه، مش عارفة اسمه ايه بصراحة. بس هو الصينية بالبتاع ده تحفة جدا. كان فيه الازاز وبنفس السعر، هو ب80 جنيه مش غالي. كان فيه الدرق اللي هو الازاز، بس انا مرضتش اجيبه بصراحة عشان الولاد هيدغدغوه. فقلت ده احلى حاجة مع الولاد بصراحة، اكتر حاجة هتعيش معاهم، يعني يستحمل معانا شهر رمضان. انا عندي واحد ازاز في النيش وجبت برضو دول. جبت اللي هي مفارش لرمضان. جبت حاجات جبت مفرش للسفرة، ومفرش اللي هي المكرمية اللي بتتحط في الانتريه. انا اسفة على الدوشة اللي بره، والله العظيم حقكم عليا. وجبت اللي هي دول اللي هي الخداديات، تحفة. الوقت هبقى في الكاوي اوريها لكم. وجبت برضو الحاجات دي اللي هي اذكار الصباح، عشان الزقها كده قدامي ان شاء الله في ايه، في المطبخ وانا بطبخ او انا بغسل مواعين وكده، ابقى اقعد اقرا فيه لان بنساهم. وجبت دول برضو، جبت 2 اللي هو رمضان كريم. شكلهم خطير بطريقة مش طبيعية. مش عارفة، مش فاكرة بصراحة سعرهم كان كام، والله ما فاكرة. بس بتهيألي يعني في سعرهم كان في حدود 30 واحدة، والله ما فاكرة. والأشكال دي كانت ب3.5. وجبت بتاعة النار دي اللي هي دي الأزرق بقى رمضان والحاجات دي تحفة. كانت بتهيألي ب55 جنيه. كانت ب55 جنيه. وجبت برضو 3 من الزينة بتاعت رمضان. بتهيألي بقى الواحدة برضو أنا مش فاكرة بكام، بس بتهيألي الواحدة كانت ب6 جنيه باين. ماهيش رخيصة يعني، مش غالية قصدي، ماهيش غالية. وجبت ده أنا جايباها لنفسي أقسم بالله. أنا أخدتها كده إيه، والله أخدها بلطجة من جوزي. وحياة ربنا أنا أخدت بلطجت عليه وجبتها، وحياة ربنا ما كانش راضي يجيبها. أنا بلطجت وجبتها، قلت له أقسم بالله هاجيبها. جايباها لنفسي، تحفة والله، خطيرة، تحفة تحفة. شوفوا دي اللي هي طمطم. دي طبعا مش عروسة رمضان، أنا لسه عروسة رمضان مش هتنزل عنها. بس دي أنا شفتها شكلها كيوت، ما كانش فيه بوجي، ما لقيتش بوجي. أنا لقيت طمطم كده، فعجبتني قوي 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 وجبتها. كانت باين ب90 جنيه، بس خطيرة خطيرة خطيرة، شكلها عسل. لو تالية بنتي شافتها هتاخدها تقطعها، فأنا طبعا هخبيها منها. وجبت برضو النار ده تحفة، اللي هو الهلال والنجمة، شكله خطير. أنا طبعا جربتهم، شفتهم بيشتغلوا ولا لأ. تحفة تحفة تحفة. ده كان بيتهيألي ب200 جنيه، خطير. وجبت برضو ايه، جبت بقى شوية حاجات لينا احنا. انا كان ناقصني شوية حاجات كده، فنزلت جبتها تاني. جبت شامبو بلسم، حمام كريم قصدي. وجبت اللي هو اسمه بلسم.
ده شامبو وده بلسم وده حمام كريم. وجبت برضو معجون اسنان ليا، وجبت غسول للوش. كان في شويه حاجات ناقصه كتير كده في الحمام فجبتها. وجبت معجون للاطفال للولاد. وجبت بقى فرش، جبت فرش لنا كلنا، ليا انا وعمرو والولاد وكده. كان في شويه حاجات ناقصه وكده فقلت اجيبهم بالمره عشان ما عدتش انزل تاني، ما عدتش اجيب حاجه تانية. تالية بتعيط على الباب. وهنا جبت مج تحفه تحفه تحفه. طبعا انا جايبه لنفسي بس لان انا بتاعي اتكسر، فده خطير خطير خطير، شكله تحفه. وعلى فكره ما كانش غالي خالص، كان بكام؟ كان بيتهيألي ب60 جنيه، اقسم بالله. شكله تحفه وكبير وخطير تحفه. ثانيه واحده شفتها لي. طبعا لسه تالية موجوده معانا في الاوضه فربنا يستر بقى. وجبت برضو، انا بقول لكم عندي عجز جامد قوي 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 في الكوبايات والمعالق والحاجات دي. انا كنت جايبه طقم بس حسيت برضو ان هو مش كفايه، فجبت الطقم ده. انا كنت جايباه اللي هو الطويل ده، صغنون كده، شكله خطير وكيوت وعسل. قمر 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 على قد كوبايه وعصير، تحفه. مش فاكره كان بكام، بس هو بيتهيألي كان بيتهيألي ب70 جنيه بيتهيألي. جبت منه كده 6 تحفه. ما رضيتش اجيب اللي هو الطويل لان انا كنت جايبه طويله، فقلت ايه نبدل يعني. وجبت برضو دولي بقى، دولي اهم حاجه في الحياه بالنسبه لي. معالق كبيره ومعالق صغيره وشوك انا مش عارفه الشوك دي صغيره ولا كبيره اهي. بتهيألي هي صغيره ولا كبيره، مش عارفه بصراحه، بس هما شكلهم تحفه. استنى اوريكم منها واحده. شوفوا شكلها خطير ازاي، تحفه. هي جولد كده في سيلفر، شكلها خطيره المعلقه دي. انا جايباهم كلهم نفس الشكل عشان يبقوا ايه طقم واحد. شكلها تحفه. انا مش عارفه هي مش باينه ولا لا، شكلها تحفه قوي، شيك قوي 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 بصراحه، عجبتني قوي الطقم. يعني الستة ب70 جنيه. الستة الكبار ب70، والصغيرين المعالق الصغيرة والشوك الصغيرة بتهيألي الواحدة كانت ب60، يعني الدستة ب60. فتحفة بصراحة. ولو لسه مكملة الفيديو لحد الآن، بعد إذنك لو سمحتي اضغطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وقوليلي انت بتتابعيني منين. بس كده تعالوا نكمل بقية المشتريات. هنا بقى انا جبت ايه شوية حاجات دي بصراحة ليا انا وتالية. نزلت كده جبت لها، بصوا انا جبت دي خطيرة، اللي هي بتاعة الفرش بتاعة الميك اب. جايبة بتاعة الفرش بتاعة الميك اب قبل ما اجيب فرش الميك اب نفسها. شوفوا تحفة. عشان كده حطها على التسريحة، عايزة اعمل ديكور حلو قوي كده في التسريحة، فبدأت بقى ايه ان انا اظبطها كده. شكلها خطير خطير خطير، خطيرة، شيك قوي 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 قوي. مش عارفة برضو كانت بكام، هي بتهيألي كانت ب100 وحاجة، ب120 110، ماهيش غالية يعني. وجبت البرطمان ده اللي هو البيوتي بلندر لانه برضو ناقصني. وجبت فرشة شعر. وجبت برضو شوية فوط كده عشان استعملهم ان شاء الله في المطبخ، في المسح بقى بتاع الرخامة والحاجات دي. جبت 6 كده. وجبت ايه لتوت، جبت لها شوية توك للبيت لان تالية من النوع اللي شعرها ناعم، فكل ما لبست توكه تزحلق، كل ما لبست توكه تزحلق. فتوكه انا ما عدتش، خلاص خلصوا بتهيألي، ما عدتش بلاقي لها اي توك. فجبت لها كده ايه 3 4. جبت لها 4 وحدات كده، كانت الواحده بتهيألي ب3 جنيه، اللي هي الكيس كان ب3 جنيه، فحلو قوي بصراحه. فحسيته ان هو ايه حلو فجبتهم لها. وجبت بقى انا ايه شويه ارباج.
كان ناقصني كده برضو شوية أرواج، رحت جبتهم. جبت مش عارفة هما كام، 3 4 5 6 7. كان برضو الروج مهوش غالي، الروج كان رخيص مش غالي. بيتهيألي كان الواحد بكام مش فاكرة، بس الواحد كان بيتهيألي ب21 جنيه أو ب15 جنيه، والله ما عارفة، مش عارفة. أنا ما بعرفش الأسعار، أنا بجيبه خلاص. وجبت دي مش باينة، دي تتلبس كده ايه فوق الدبلة، طبعا فالصو بس حلوة قوي. جبت للولاد دول 2 شامبو من اللي هو النوع ده، هو بيتهيألي شامبو بس مش بلسم، ده اللي لقيته بصراحة فجبته. جبت لهم 2، واحد لطاليا وواحد لحمزة. البتاعة بتاعتها بتبقى متباعة كده، اقسم بالله. نص العلبة دي اتكبت مني في الشنطة وانا جايباها، ما بتقفلش. شوفوا ما بتقفلش، لو عملت ايه ما بتقفلش، اقسم بالله. نصها لما هتلاحظوا نصها اتكب مني في الشنطة وانا جاي. تعالوا بقى نفرش البيت فرش رمضان، يلا بينا. وهنا يا بنات انا كنت خلصت الفرش كله، فرشت انا بقى مع نفسي عشان الولاد وكده. قعدت كده حطيت ايه اللي هي الزينه بتاعت رمضان دي، علقتها في السقف، شكلها تحفه تحفه تحفه. وحطيت النور علقته برضو، وعلقت 3 فوانيس من بتوع الولاد، علقتهم برضو فوق النور وكده، اللي هم فوق خالص دول شكلهم قمر. الحقيقة ان العيال السنة دي جالهم فوانيس كتير قوي، باباهم جاب لهم 2 وخالتهم جابت لهم 2 وانا جبت لهم 1 بصراحة. وحطيت هنا بقى الكوشنات، حطيتها في المخدات بتاعة الانتريه، وقمت حطيت بقى المفرش على الترابيزة كده، وحطيت عليه بقى ايه الكوستر ده كده على الترابيزة. حبيت ان انا اعمل ديكور شوية كده صغنون، حطيت لهم الكوستر وعلى التمرية، وحطيت فيها شوية تمر وطفاية والفانوسين التانيين بتاع الولاد. وهنا بقى السفرة، فرشت المفرش بتاع اللي انا برضو جايباهم الاتنين زي بعض، للسفرة وللصالة نفس الشكل، اللي هو شكل رمضان وكده، شكله تحفة تحفة. وحطيت عليه الحصان ده، دي انتيكة انا بحطها في علبة المناديل، بس الحصان ده انا هشيله اكيد. وهنا بقى حطيت دي برضو ورا الباب، ورا باب الشقة، عليها رمضان كريم، شكلها قمر قمر قمر. وكده خلاص كنت فرشت الصالة وجهزتها الحمد لله. خلاص بقينا جاهزين لرمضان، يجي على ألف خير وسلام يا رب. وهنا خلاص حبايب قلبي الفيديو بيخلص، لو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين.